ايلاينر هذا ولا ايش؟ اخ محمد هلا والله اعزائي المشاهدين، تعودنا نشوف علوم المرجله كلها عند سعود القحطاني وعزوز واو في محتواهم. دائما يمثلون الشاب المحافظ التقليدي الاصيل، بس وسالفتهم اليوم يقولون مصورينهم وهم يحطون مكياج. يا خرابي. هنا عزوز واو نشر فيديو في سناب لسعود القحطاني وهو يحط ميك اب او مكياج. ايوه مكياج ومزعجنا ومسوي فيها وشيرات. ايلاينر هذا ولا ايش؟ مقعوده مني. لا عادي عادي. انا طيبتي جاهز فاقدر اشيل هذا وامشي. يا اخي كمل مكياجك يا اخي، ليش خايف؟ ايش هذا؟ ايلاينر؟ أفا ابن مدرج أخو سميرة. لحظة ترى السالفة وما فيها عزوز وسعود القحطاني عندهم مسلسل وصل التلفزيون ما شاء الله عليهم. فلما تيجي تصور مسلسل في الكاميرا التلفزيونية، الكاميرا الفيديو الكبيرة في المسلسلات، أي شيء يطلع في التلفزيون لازم في شيء اسمه غرفة المكياج، لازم تحط مكياج خفيف بالفرشاة كذا عشان التصوير، لأن الكاميرا هذه تقرب الصورة مرة تطلع وجهك عبارة عن حفر، فهمت؟ فهم يغطون الحفر هذه بالميك اب لأغراض تصويرية فقط. فالموضوع انه عندهم مسلسل يصورون مسلسل لرمضان، فبتصوير المسلسلات اعتقد انه اغلبكم يعرفون انه هذا الشيء مجرد مسحة بالميك اب بالفرشات عشان التصوير التلفزيوني. طبعا التصوير العادي يختلف بالكاميرات العادية وبكاميرات الجوال، فلازم مكياج اذا حتصور بكاميرا تلفزيونية، عرفت؟ بيجيك واحد متشدد شوي يقول لك افا الميك اب هذا للنساء. حبيبي ما هو ميك اب، ما هي مسكرة، هو مسحة بالهذا عشان التصوير، واهم شيء النية هنا. العمل التلفزيوني يجبرك تحط ميك اب ولا مع السلامة، فانت اختار يا تمثل يا لا تمثل. ما حتطلع صورتك، ما حتطلع حفر وما هي واضحة وفي ظلام هنا وهنا وهنا، فهمت؟ شيء اسمه الشادو. طيب دام الوضع تصوير ومسلسل، ليش عزوز واو ما حط مكياج وهو معاه بالمسلسل؟ ها؟ لا سعود اخذ حقه وصور عزوز واو ونشره في سنابه وهو يحط مكياج. شوي والله انهم حاطين له مكياج يا رجل، حاطين له مكياج، حاطين له مكياج ويوم جاي الحين دوري جالسين وضع تمام. انا جايك الدور تحس. اخ محمد هذا مكياج. بالله عليك التصوير تكفى. وين خيال الاطراف؟ خل معاي. لا شوف هنا شوف خيال. يا شماتة عواز فيك ابو واو. خلصنا مسح، والفيديو كلكم تعرفون انه مسح. عزوز وسعود نشروا الفيديوهات هذه في سناباتهم وهم يحطون مكياج، يعني يمزحون ويضحكون، واللي يسوون عشان التصوير عندهم مسلسل ما شاء الله وصلوا التلفزيون وحيصوروا مسلسلات رمضان وكذا. عقبالي يا رب انا حمثل دور ملك جمال الخليج في مسلسل فلان وفلان، بس ما لقينا اللي يقوم بدور فلانة، ما حد راضي يمثل. شوفوا لنا احد من السوشيال ميديا يقوم بدور فلانة، رشحوا لنا احد بالكومنت، شوفوا لنا واحدة كذا بالسوشيال ميديا تناسب تكون ثنائي معاي نمثل بطل وبطلة ويا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك. تشاو.